باسيست من الفينا، يسجل شيكو بنزا الهدف الثاني. بصوا، انا اهلاوي اهلاوي اقسم بالله اهلاوي، اديكوا شايفين المنظر ورايا. بس والله العظيم ثلاثة ما في احلى من المتعة الكروية. واخوان الفينا، والهدف الاول لنادي الزمالك هدف ولا اروع من اسيست روعة الروعة من عبد الله السعيد لاخوان الفينا عشان يحرز الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقة 12. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن مباراة الزمالك ومودرن سبورت. مباراة عنيفة جدا 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 من ناحية نادي الزمالك، ولو هنقيم الهجمات بالنسبة لنادي الزمالك وبالنسبة لنادي مودرن سبورت وهنديها مثلا بنسبة كم من 10، هندي للزمالك 7 من 10 في الهجمات لحد دلوقتي لحد الدقيقة 29، وهندي مودرن سبورت 2 من 10، لان هو اصلا ده انا كده كارمه كمان. هم هجمتين اللي جم وهجمتين على استحياء كده، يعني اللي هو انا بص يعني في قلق شويه من ناحيه نادي مودرن سبورت ولاعيبه نادي الزمالك، ونادي الزمالك داخلين ضاغطين جامد على لعيبه مودرن سبورت، وتقريبا كده بيوروهم العين الحمراء. معلش يعني مع احترامي، يعني هي لعيبه مودرن سبورت بتعترض على ايه؟ يعني للامانه الشديده الواد داخل على اخوان الفينا بعنف جامد جدا. يعني ده مش طريقه واحد داخل يلعب على كوره للامانه. اي نعم ترتقي الانذار بقى او ما ترتقيش ما اعرفش بصراحه، دي ما اعرفهاش، بس هم بيعترضوا على ايه؟ لا، وفي لعيب منهم داخل بيقول للحكم والله ما كلمه ازاي يا ابني؟ يا ابني والله ما كلمه ازاي يا ابني؟ يعني يعمل فيه ايه اكتر من كده عشان يبقى كلمه؟ بس انا للامانه ما اعرفش ترتقي الانذار ولا لا. ممكن كان ممكن يتكلم معاه شفوي شويه، اللي هو يحذره ينبهه بتاع مش عارف ايه. بس الماتش يا جماعه ابتدى يخش في حته ملل شويه، ابتدى يخش في حته فاولات كتير، تماسات كتير، عنف زايد في نص الملعب. يعني مفيش هجمات، ما بقاش في حتى هجمات من هنا ولا هجمات من هنا، ولا بقى في كوره في الملعب اصلا. بس هي الهجمه الخطيره الوحيده لنادي الزمالك هي جت جول، والهجمتين اللي جم لمودرن سبورت كان فيهم هجمه خطيره جدا بس جت جنب القائم. ودلوقتي الماتش كله في نص الملعب، يعني تقريبا ما بيتحركش من نص الملعب، والكوره عماله رايحه جايه على راي المذيع والله بيقول قدامي اهو. الكوره رايحه جايه في نص الملعب ما بين ده وما بين دوت، وفي بقى عنف زايد، ففي فاولات، ففي رميات تماس، ففي يعني انتوا فاهمين. فهنشوف بقى بقيه الماتش هيوصلنا لفين. احنا في الدقيقه 38 دلوقتي، وان شاء الله نشوف اهداف تاني ونشوف مباراه امتع من كده بكتير. او حتى جمهور الزمالك ابتدى يحس ان لعيبه الزمالك ابتدى ادائهم يهدى شويه عن ما بداوا في اول الشوط الاول، فابتدوا يقولوا العب يا زمالك. هم حسوا ان الفريق ابتدى يرنخ شويه بعد الهدف، ابتدى يبقى ما فيش اداء عالي زي بدايه الماتش، فابتدوا يهتفوا العب يا زمالك العب يا زمالك. فادينا نشوف هجمه هي لمودرن سبورت خبطت وطلعت تماس كالعاده يعني. وانا دلوقتي ابتديت احس ان الفينا ابتدى يخش في حته الانانيه شويه، عايز يلم ويروح ويعمل 1 2 ويجيله الكوره ويعمل جول، عايز يعمل كل حاجه في الكوره، ما بيلعبش جماعي. يعني انا شايف الفينا ما بيلعبش لعب جماعي خالص مع الفريق، عايز يبقى هو نجم الاوحد. مش عايز اقول زي تريزيجيه برضه بيحاول يعمل الكلام دوت في النادي الاهلي، وبيحاول يبقى هو النجم الاوحد للفريق، والفينا بيعمل نفس اللي بيعمله تريزيجيه تقريبا. يعني انا عايز الم واحرك واروح واجيب اجوال واعمل وان تو هات، وانت فاهم انت، عايز يبقى هو النجم الاوحد في الفريق وهو نجم الشباك. هجمه خطيره جدا 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 لمودرن سبورت، لكن حسام حسن بيضيعها بطريقه غريبه جدا. هتقول لي بقى فين حسام حسن اللي كان بيجز قدام الاهلي؟ هقول لك ما اعرفش. فين حسام حسن اللي كان بيجز قدام الاهلي، اللي جري واحتفل قدام جمهور الاهلي؟ هقول لك ما اعرفش. تسديده غريبه وعجيبه تخبط في لعيب من نادي الزمالك او في مدافع نادي الزمالك وتروح لمحمد صبحي بشكل عجيب جدا. وبالفعل بينتهي احداث الشوط الاول بعد 3 دقايق وقت محتسب بدل ضائع، وينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-0 لنادي الزمالك. وزي ما قلنا، زي ما ابتدينا، زي ما رحنا، زي ما جينا، هو الهجمه الوحيده اللي جت لنادي الزمالك خطيره على المرمى. مش الهجمه الوحيده في الماتش، لا، الهجمه الوحيده الخطيره لنادي الزمالك احرزت هدف، وهو هدف التقدم لحد الان في مباراه مودرن سبورت والزمالك. نلتقي مع احداث الشوط الثاني.
وبداية الشوط الثاني، ومن اول دقيقة او في تاني دقيقة من الشوط الثاني يسجل شيكو بنزا الهدف الثاني باسيست من الفينا. يسجل شيكو بنزا الهدف الثاني. بصوا، انا اهلاوي اقسم بالله اهلاوي، اديكوا شايفين المنظر ورايا. بس والله العظيم 3 ما في احلى من المتعة الكروية، ما فيش احلى من انك يبقى في ليك منافسين في الدوري، ما فيش احلى من انك تبقى في دوري قوي، مش حد واحد مسيطر على الكورة بشكل عام. فاسيست حلو، تسديدة حلوة من شيكو بنزا. اي نعم غلطة ابو جبل بنسبة مليار في المية غلطة ابو جبل، لكن هدف تاني لنادي الزمالك في الدقيقة التانية من احداث الشوط التاني لشيكو بنزا. يبقى هدف اولاني لالفينا وهدف تاني لشيكو بنزا، وان شاء الله في اهداف تانية جاية وهنشوف بقية الماتش بيقول ايه، لان لسه في شوط كامل يا جدعان، لسه في شوط كامل. الجون التاني للزمالك جه في الدقيقة التانية من احداث الشوط التاني، وبتضيع هجمة غريبة الشكل من نادي مودرن سبورت. هجمة بروحين والروحين انفرادات، هجمة بروحين والروحين انفرادات من هلال بيعمل اسيست عند منطقه، عند دايره او عند نقطه الجزاء كده، بتخبط في لاعب من بتوع الزمالك وتروح للاعب التاني عشان يضيعها برضو بشكل غريب جدا، وبيخبطها في محمد صبحي وتترد وترجع وتضيع. هجمه ولا اروع، هجمه تترجم بهدف حرفيا. 3 تبديلات لنادي مودرن سبورت. من بعد ال3 تبديلات اللي اتعملوا دول انا حاسس ان في شكل حلو للعب بتاع مودرن سبورت في ارض الملعب، في كوره ماشيه على الارض، في خطوات، في وانتوهات، في حركات، في تكات، وابتدى يهاجم مودرن سبورت. ودي هجمه هي لكن عرضيه غريبه جدا 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 تطلع تمثل اليمه التانيه خالص. هجمه خطيره جدا جدا، هجمه مرتده يصنعها مين؟ يصنعها محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك لناصر ماهر. وناصر ماهر وهو ماشي في طريقه كده لو كان رفع عينه على ابو جبل كان عرف ان ابو جبل مش واقف في المرمى. وقال لو اي لاعب تاني مكان ناصر ماهر رفع عينه على ابو جبل وكان عارف ان هو مش واقف في المرمى، كان ممكن ياخدها من مره واحده بوش رجله الخارجي بقى ولا برجله الشمال لو بيعرف يشوط بالشمال، كانت راحت في المرمى مباشره. ولكن هو استمر وخدها وراح بيها وعمل ارتو كده في البعيده، حاول يعملها ارتو في البعيده ولكن تطلع من جنب القائم، وهارد لك ناصر ماهر. وهدف اول لنادي مودرن سبورت عن طريق كوره ثابته غريبه عجيبه رهيبه. كوره ثابته تتهادى لنادي مودرن سبورت، وانا قصدي تتهادى لانها من رقم 6 اللي هو مهاجم مودرن سبورت، ما اعرفش هو مهاجم ولا مدافع، من راسه لرجل محمود الونش وتروح في المرمى مباشرة تخبط في محمد صبحي، ولكن لم يوفق في مسك الكورة وتدخل. هدف أول لمودرن سبورت في مرمى نادي الزمالك ليتقلص الفارق من 2-0 ل 2-1. لا تأمن مودرن سبورت، لا تأمن مودرن سبورت. مفيش فرقة في الدوري الموسم ده تتآمن. يا ابن اللعيبه على الاستلام والشوطه واليا نهار ابيض، كان هيبقى هدف عالمي لمودرن سبورت، كان هيبقى هدف عالمي. ولسه الهجمه مستمره من ركنيه، كان هيبقى هدف عالمي. الواد استلم على صدره وادى بيمينه راحت، بس تألق ولا اروع من محمد صبحي يتصدى الكوره ما تتصدش بامانه. الواد محمد صبحي ده ما يطلعش من المرمى تاني يا زملكاويه. اسمع مني الكلمتين دول في نص الماتش كده وقبل ما يعمل التبديلات. يانيك فيريرا البلجيكي المدير الفني نادي الزمالك هيعمل تغييرات دلوقتي هتغرقه. حط خطوط كتير تحت الكلمتين دول. الاداء واللعب رجعوا يهدوا تاني في هدوء في ارض الملعب تاني زي احداث الشوط الاول بالظبط. ابتدى عنف ولعب وهجوم وشراسه وبتاع، ورجع هدي. بعد كده الشوط الثاني بدأ بنفس الكلام برضو، شراسه في اللعب وبتاع،
ورجع هدي تاني. بس انا شايف في استحواذ كبير جدا للاعيبه مودرن سبورت، ابتدوا يستحوذوا على الكوره بعد التبديلات، ابتدوا يلعبوا كوره من رجل لرجل، ابتدوا ايه يشكلوا خطوره على مرمى نادي الزمالك. هل نادي الزمالك هيقضي على الماتش بهدف ثالث ويخلص 3-1 ام يحدث العكس ويتعادل مودرن سبورت؟ هجمات خطيرة جدا على مرمى نادي الزمالك من جانب لعيبة مودرن سبورت، وزي ما المعلق بيقول بالظبط مودرن سبورت الشوط التاني شكل تاني، الشوط التاني شكل تاني. مودرن سبورت هجمات خطيرة بس مش عارفين يترجموا لحد دلوقتي هدف. وخليك فاكر كلامي، يعني ما تأمنش. اهو صبحي خد انذار عشان ايه؟ عشان بيحاول يضيع وقت. عشان ايه؟ عشان حاسس بالخطوره. عشان ايه؟ عشان حاسس ان لعيبه مودرن ابتدت تقرب منه كتير. لا تأمن مكر مودرن سبورت. مش هفكرك، انا اهلاوي بقول لك الاهلي كان كسبان 2-0. ماشي، ركز في الماتش، العب، اسمع صوت جمهورك اللي بيقول لك اصحى فوق. خلاص المباراة على وشك الانتهاء، خلاص تقريبا فاضل دقيقة على الوقت الأصلي، غير لسه هيحسب وقت بدل ضايع. وشايف بقالنا فترة كده كبيرة الهجوم لنادي مودرن سبورت، يعني نادي مودرن سبورت بيهاجم أكتر بكتير من نادي الزمالك. نادي الزمالك بيلعب على المرتدة دلوقتي لأن النتيجة 2-1، وزي ما قلت لك لا تأمن مكر مودرن. وانا شايف ان مودرن سبورت بيلعب بهدوء وبرزانه وبرود، زي ما بيقولوا، دي مش شتيمه، هي برود بلغه الكوره. بيلعبوا بهدوء، بيلعبوا بسلاسه كده، ولا تأمن للنادي اللي مغلوب وبيلعب بالطريقه دي، لا تأمن. وزي ما قلت لك في انذار اهوت لمين، مصدق ده ولا مين؟ مش عارف مين. فلا تأمن، لا تأمن، لسه في وقت بدل ضايع، لسه في دقايق، لسه في دنيا، والنتيجة 2-1. ممكن الزمالك يقضي على المباراة بهدف ثالث، ممكن مودرن يتعادل ويجيب الهدف الثاني ويبقى 2-2 برضه ممكن. هنشوف الدقايق المتبقية مخبيه لنا ايه. من بداية الست دقايق المحتسبين كوقت بدل ضايع وانا بقول ان خلاص الماتش بنسبة 90% هيخلص على هذا الوضع بنتيجة 2-1 لنادي الزمالك. لان شايف ارتباك كبير قوي من لعيبة مودرن سبورت في نص الملعب. معرفش هل ده ارتباك، هل ده فقدان للامل، هل ده اجهاد، هل ده ان اللعيبة خلاص شطبت مش قادرة تجري مش قادرة تتحرك. بس انا شايف ان في توهة كبيرة جدا من لعيبة مودرن سبورت، وبنسبة كبيرة خلاص الماتش، خلاص الحكم المفروض هيصفر بعد الكرة ديت بفوز نادي الزمالك 2-1 على مودرن سبورت. من دلوقتي وقبل ما الحكم يصفر بقول ألف 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 مبروك لجمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك، وهارد لك لنادي مودرن سبورت. وإن شاء الله الدوري يكون قوي وجميل وممتع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وشكرا ليكم والسلام عليكم.